ازيكم يا شباب، معكم اوتاكورو. هنلخص النهارده الحلقه الثانيه من انمي بلو لوك. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدا. وبنبقى واقفين لما ساجي دخل الاوضه بتاعته في بلو لوك، واللي كانوا في لعبه واللي اخر واحد هيفضل معاه الكوره هيخسر، وبيطلع بره بلو لوك وبيتمنع نهائيا انه يخش المنتخب بتاع اليابان. وبتبقى الكوره مع باتشيرا واللي بيحاول انه يشوطها في كيرا، ولكن بيتفادى الاولى وبيشوط الثانيه، ولكن بيطلع ان هي ارضيه لإيساجي واللي بيشوط الكوره في كيرا. وده اخر حاجه حصلت في الحلقه اللي فاتت. وبتبدا الحلقه بمؤتمر بين اعضاء الاتحاد الياباني لكره القدم، وبنشوف واحده اسمها تيري انري عضو جديد في الاتحاد، وبتقول لو فضل حال المنتخب الياباني على كده مش هنلحق نحقق كاس العالم خالص. وكل الاعضاء بيبصوا لها ومش عاجبهم الكلام، وبيرد عليها مستشار الاتحاد وبيقول لها مش احنا بنجيب فلوس؟ يبقى ماشيين صح، هي كرة القدم في النهاية مجرد بيزنس. وبعدين انت مش مؤمنة ان اليابان ممكن تاخد كاس العالم؟ قول له طبعا، لان ده حلم حياتي، بس لعبنا بالطريقة دي عمر ما هيوصلنا لكاس العالم. عقلية التفكير بتاعتنا دي عابد الفلوس هو السبب في ان احنا مش عارفين نعدي فوق دور ال 16. انا عارف شخص واحد يقدر يصلح كل اللي احنا فيه ده، ويغير مفهوم كرة القدم، ويصنع لنا لاعب يجيب كاس العالم لليابان. ده هو راجل مجنون كده اسمه ايغو. هو بنرجع لاخر حته لما ايساجي بيشوط الكوره في وش كيرا. كيرا واقف مصدوم، ليه عملت كده؟ ورد عليه وقال له ما اعرفش والله، الكوره كانت جايه ناحيتي وبس ما فهمتش ايه اللي حصل. وبيظهر ايجو على الشاشه وبيقول له انا معجب بالروح التنافسيه بتاعتكوا دي، اهم حاجه هي النتائج، والخسران لازم يتعاقب. كيرا ريوسكي الوداع كيرا. وكيرا بيقوم ويقول مستحيل مستقبلي يضيع في الكوره كده، مستحيل مستحيل يكون ده حقيقي. انا جوهرة كرة القدم اليابان، مستقبلي كله ضاع بسبب لعبة غبية. ايه فايدة لعبة المطاردة دي اصلا؟ وايه الهدف منها؟ وايه علاقتها بكرة القدم؟ وهل ايساجي وايجاراشي موهوبين اكتر مني؟ وبيرد عليه بيقول له في بلو لوك هنا كل حاجة لها علاقة بكرة القدم. بص حواليك كده، الأوضة اللي انت قاعد فيها دي نفس حجم منطقة الجزاء، وان معظم الاهداف في كرة القدم بتيجي جوه منطقة الجزاء، يعني دي اهم منطقة بالنسبة للمهاجم. ولو كنت عاجز انك تأدي عملك في المساحات دي يبقى انت ما ينفعش تبقى مهاجم. بيرد عليه كيرا وبيقول له المطاردة واللمس مختلفة تماما عن كرة القدم. وبيرد عليه ايجو ويقول له لو كنت انت اللي بتهرب يبقى انت في حاجة للاحساس بالمساحات بين الافراد والتكتيكات، وعندك قدرة عالية على التمركز. ولو انت المطارد يبقى لازم يكون عندك قدرة عالية على المراوغة، ولازم يكون عندك تسديدات دقيقة جدا وبجودة عالية عشان تخلص على طول. وكل اللي قلته لك ده بيدل على ان التدريب اللي انا صنعته ده ممتاز جدا، بيرفكتو يا ضعيف. بقول له انت ما تعرفش اي حاجة عني اصلا، مباراة كرة القدم مدتها 90 دقيقة وانت مديني دقيقتين بس. ويرد عليه وبيقول له متوسط وقت اللي المهاجم بيلمس فيه الكورة هي حوالي دقيقتين 136 ثانية. بس انت كده كان قدامك فرصة بس انت ضيعتها بعد ما الكرة جت فيك، وانت كان قدامك ثانية في الساعة تقوم فيها بشوطة تانية في كاجوري اللي كان واقع على الأرض وعاجز عن الحركة. كنت هتنجو لو عملت الحركة دي، بس انت ما عملتش كده. تخيل معايا في مباراة والكورة معاك في منطقة الجزاء، ودي كانت آخر لعبة للحكم وبعدها هيصفر، زميلك شاط الكورة ولكن جت فيك، بس انت ساعتها ما استسلمتش وبصيت على الفرصة اللي جات لك وشطها في الجول، لكن انت قبلت بانك تخسر. عشان كده انت ما خدتش بالك من الفرصة الأخيرة اللي كانت قدامك في السنة الأخيرة. في التحدي استسلمت وفوتت الفرصة اللي كانت هتقودك للنصر في لعبة المطاردة. وانا ممكن نخلي الخسران هو المطارد لو احتفظ بالكرة لوقت طويل، بس ممكن برضه يبقى هو الكسبان باعتباره انه الوحيد وسط ال 11 لاعب اللي موجودين في الغرفة دمت هو اللي معاه الكورة، وعنده القدرة على انه يختار مين اللي هيشوط فيه الكورة. ده هو نفس اسلوب المهاجم من الطراز الرفيع، هو انه بيتحمل كامل المسؤولية وبيلعب في الثواني الاخيره وما بيستسلمش ولا بيفقد الامل وبيقاتل لغايه اخر ثانيه. في الماتش ايساجي وبوتشر استهدفوا شخص اعلى منهم في التصنيف، مش ايجاجوري اللي وقع على الارض وباتشر اخد منه الكوره وراح يستهدفك عشان انت اعلى منه في التصنيف، وعشان كده وعشان انت الاقوى. ده هو الهوس بالانانيه، الحاجه اللي انا بدور عليها في مهاجم فيكو، اخليه احسن لاعب في العالم وانت خسرت عشان مش عندك الهوس ده يا كيرا. لوك اوف. وبيغضب كيرا وبينادي عليه ساجي وباصص له بصه بوش مليان غضب وبيقول له ده مش عدل، مستحيل يبقى ده حصل. وبيخرج كيرا، وبعد ما يخرج ايساجي بيقول لنفسه وانا بجد انهيت مسيره كيرا في كره القدم؟ انا ليه عملت كده؟ انا ليه شطت الكوره دي؟ ويبص لباتشرا وبيقول له انت ليه بصيت للكوره؟ ما لو انا كنت سبتها كنت هتخسر. وبيرد عليه باتشرا باين من تعبير وشك انك هتشوطها عشان كده وثقت فيك. وباتشرا ده شكله يبقى شخص مجنون. شيل الحته دي كت كت كت. وكسبت صح. وساجي بيبص له بصدمه وبيقول لنفسه الشخص ده بجد مجنون حقيقي يعني. وبيقطعهم ايجو بيقول لهم ايه شعوركم وانتوا بتقاتلوا عشان مسيرتكم لاول مره، زي ما بيعمل المهاجمين العالميين اللي انتوا بتحبوهم كل يوم؟ هو انتوا خايفين؟ طب متحمسين؟ ده هو الامر العادي في بلو لوك، ولا حاسين بالفرحه ان انتم نجيتوا؟ ده هو ده شعور النصر يا جدعان، مش النصر السعودي، لا النصر العادي. فوزوا الشعور ده في عقولكم عشان كل لما تعدوا تحدي تحسوا بالشعور ده هيزيد، وهوسكم بنفسكم هيزيد، والانا بتاعتكم هتعلى، وهيزيد مستواكم كل فتره لغايه ما توصلوا لمستوى افضل لاعب في العالم. 11 لاعب اللي في الارض دول هيعيشوا مع بعض،
وانكم احيانا هتعاونوا بعض واحيانا هتخونوا بعض واحنا تحطموا احلام بعض. وبيجي اليوم التالت وبنلاقي كلهم في الجيم، ويساجي وجراشي بيتمرنوا على جهاز الجري وبيكونوا مش قادرين يجروا، وفي لاعب جنبهم بيتريق عليهم بسبب ضعفهم وبيقول لهم انتوا ازاي عاوزين تبقوا احسن مهاجمين في العالم وانتوا بالشكل ده. وبيجي واحد بيقول له ما تشغلوش دماغكم بالهم ده، وبيبداوا يتمرنوا على النط. ويساجي بيلاقي ولد بينط نط عاليه جدا، وبعد ما بيخلص يساجي بخيبه الامل دي بيروح ياكل، وبيلاقي ان كل لاعب بياخد اكل على حسب ايه تقييمه. وبعد ما خلصوا اكل راحوا عشان يناموا، ولكن إيساجي مش عارف ينام بسبب اللي حصل في كيرا، وبيقرر انه يروح يتمرن شويه، لان بعد اللي حصل في الجيم النهارده عارف ان هو بقى اضعف واحد في الفرقه ما عدا جراكش. طبعا هو ده تحت ده مش موجود اصلا. وهو راح يتدرب بيلاقي الكوره خبطت فيه كده فجاه، وبيبص وراه بيبقى مين اللي شاطها، بيلاقي باتشرا، وبيقول له ان هم رايحين يتدربوا مع بعض وهم بيتمرنوا. بيروح يسال باتشرا هم في الملعب، بيقول له احنا لما كنا في المطارده انت بصيت لي الكوره ليه؟ مش يمكن كنت انا مثلا ما شطهاش وانت تخسر؟ بيرد عليه بيقول له عشان انا جواه وحش. بيقول لي اعمل ايه وانا بلعب؟ لما كانت معاك الكوره الوحش قال لي بصيها لإيساجي لان هو كمان جواه وحش زيي. وبيساله هو كمان انت بتسمع صوت الوحش ده؟ بيقول لنفسه انا لو عرفت موضوع الوحش ده ممكن يساعدني في ان انا انجح في بلولوك. بيقول له ان ميسي وكريستيانو نوير عندهم الوحش ده وهم بيتدربوا بيسمعوا صوته. واحد مجهول من الميكروفون بيقول التصنيفات بتاعتكم اتغيروا، اتمنى ان انتوا ترجعوا الاوضه بتاعتكم عشان كل واحد يعرف تصنيفه الجديد ايه. وبيوصل إيساجي وباتشا للغرفه وبيقابلوا اجراشي واللي بيقول لهم ان تصنيفه ارتفع من 300 ل 275. بيبص إيساجي بيلاقي نفسه 274. بيظهر ايجو على الشاشه وبيسالهم لو مبسوطين بحياتكم في بلولوك، ولكن كل اللعيبه مش مبسوطه لان تقييمهم وحش، فبالتالي المكان والاكل وكل حاجه قليله. ولما بيشتكوا كتير بيقول لهم انتوا مش تبقوا لاعبين عالميين بالطريقه دي. ويرد عليهم ايجو بيقول لهم متوزعين على 5 مباني، فلو خسر كل فريق بعد التشالنج ده بتاع اللمس بيبقى اتبقى كده 275 واحد. البي للزد، والبيئه مش حلوه هنا عشان انتم لعبكم رديء. هو بيعرف اجراش ان هو ما طورش ولا حاجه وان هو لسه التصنيف الاخير، وبيقول يجوا ان هم التصنيف الاخير في ال 25 فرقه. بيقول ان الفرق اللي تصنيفها عالي بياكلوا اكل فاخر وبيتدربوا في مباني افضل واللعيبه الافضل بيبقى هناك، واللي عايز كل الكلام ده يطور من نفسه بيقول لهم ان هم هيبداوا الانتقال الاول. وبيبدا يشرح لهم الانتقال الاول ده هو عباره عن 5 فرق موجودين في المبنى الخامس، واحسن فرقتين هما اللي بيصعدوا للانتقاء التاني. ونروح للاعب مشهور اسمه ساي، واللي بيعمل لقاء صاحبه بيقول له انت كنت لاعب خط وسط ممتاز في اكاديميه احدى الفرق العالميه، ولكن القانون منعك من انك تبدا اللعب مع الفريق الاول وبعدها رجعت اليابان، هل ده معناه ان احنا هنشوفك بتلعب في الدوري المحلي؟ وبيرد عليه وبيقول له ولا في الاحلام، ده لو حطيت في مقارنه ان العب في البلد دي ولا العب مع اصحابي في المانيا اروح العب معاهم. ويساله بيقول له هتمثل منتخب بلادك على المستوى الدولي في المستقبل؟ مستحيل، المنتخب الوطني الياباني ضعيف جدا. بيقول ان مفيش ولا مهاجم هنا يستحق تمريراتي. وبيطلع من الاوضه وهو ماشي ويشوف المؤتمر للاتحاد الياباني لكره القدم، وعشان نشوف ايه اللي بيحصل. وبيلاقي ان المستشار بيتكلم عن مشروع بلولوك واللي هيطلع احسن مهاجم في العالم، واللي بيلاقي ان الصحفيين معترضين على فكره المشروع، وبيكون ساي معجب بالمشروع ده. والرئيس اعماله الغي كل رحلاتي، انا هفضل هنا لغايه اشوف مين الاحمق اللي هيتولد في البلد دي. وبنرجع للفريق تاني واللي يبدا يجي يشرح لهم ايه مرحله الانتقال الاول. انا لو كسبت تاخد 3 نقط، ولو خسرت ما بتاخدش نقط، ولو تعادلت بتاخد نقطه، واكتر 2 هيجيبوا نقط هم اللي هيعدوا المرحله الثانيه. وكل واحد رافض المركز اللي التاني بيطلبوا منه. بيستعجب إيساجي ازاي هنقسم الفريق زد، الفريق كله مكون من 11 مهاجم. وبيطلع يجوا على الشاشه ويقول كرة القدم في الأساس هي إحراز الأهداف، وفي الأصل كل اللعيبة كانوا مهاجمين، والمراكز السنة دي طلعت مع الوقت، فلعبوا كرة القدم زي ما كنت في الأول. وبيقول لهم إن إحنا عشان ناخد كأس العالم مش عاوزين فرقة بتتكون من 11 لاعب، إحنا عاوزين لاعب واحد بس ويكون هو البطل زي عبسي وحمدون ونيمار. ويمكن لكرة القدم تطور لو وجدنا لاعب زي دول اللي الفرقة كلها تلف حواليه، وممكن لاعب واحد بس يغير أسلوب لعب فريق، دولة، عالم. ويمكن لكرة القدم انها تتطور لو وجدنا لاعب زي دول، وعشان توقفهم لازم تخلق خطط دفاعية عظيمة. وطبعا الكلام ده مش لميسي بس، يعني واحد صاحبي عبسي هو اللي كاتب الكلام ده، فانا اقول يوقفوا ميسي وكريستيانو؟ لا، محدش يقدر يوقف كريستيانو ولا ميسي. جابورا واللي ماهوش لها طريقة، وهي دي طبيعة كرة القدم، بيقودوا المنتخبات للفوز بكأس العالم. كأس العالم هزنقك يا، وعشان ميسي خد كأس العالم يعني. ماشي شوف صاحبي ده بقى كده هقول له ماش تكتب حاجه وهزعله. ماشي، رساله لكل عبسي حمدوني واحد بس. انا كده بشتم نفسي. واكتبوا لنا في التعليقات ايه الانميات اللي عايزين نلخصها. ويلا بس، ده فيديو جامد فشخ عجبك، ده فيديو جامد تاني عجبك. يلا بيس.